في المستقبل بعد ما بيحصل حروب نووية بتتسبب في إن البيئة اتلوثت وما بقاش فيه لا زراعة ولا مية ولا أي وسائل للحياة العادية، بتكون الحروب موجودة برضو، لكن لا المرة دي لا على أرض ولا على فلوس ولا على سلطة، علشان الأكل والشرب والوقود. وبيبقى أكيد في بعض الظلم في السيطرة على الموارد دي وحرمان البعض منها، ولكن بيظهر بعض الرافضين للظلم ده، وبيبقى في محاولة للقضاء على الظلم ده وتحقيق المساواة بين الناس. فهل هينجحوا في سعيهم ده ولا هتكون محاولة فاشلة زي ملايين المحاولات قبلها؟ تعالوا نشوف. في البداية أحب أقولك إنك بتتفرج على أقوى قناة تلخيص أفلام أجنبي في مصر. ببساطة كده إحنا بنجيب لك الفيلم الساعة ونص ساعتين في 10-12 دقيقة بطريقة سلسة ومبسطة وسريعة. فلو بتحب النوع ده من الفيديوهات اتأكد إنك عملت اشتراك في القناة وخد لك لفة كده على الحلقات اللي فاتت وفعل الجرس عشان يجيلك إشعارات بالحلقات اللي جاية. ولو عجبك الفيديو ده مش هوصيك تعمل لايك لأنه أكبر دعم لنا وأكبر دليل إن الفيديو فعلا عجبك. بيبدأ الفيلم مع ماكس وده بطل فيلم النهاردة، وبيكون واقف في مكان كده وقدامه صحراء كبيرة قوي، وبيكون في صوت في الخلفية بنعرف منه انه في المستقبل وبعد الحروب اللي قامت بالأسلحة النووية مبقاش في أي وسائل للمعيش اللي كانت موجودة قبل كده. وبالرغم من ان الحروب دي لسه موجودة لكن أهدافها اختلفت، فبدل ما كانت الحروب علشان الأرض والفلوس بقت الحروب أهدافها كلها الأكل والشرب والوقود. وبنشوف ماكس راكب عربية كده وبيجري وراه شوية عربيات وموتوسيكلات تانية وبيضربوا عليه نار لحد ما بيقع وبيمسكوه بيكتفوه، وبيكون الناس دي شكلها غريب قوي وبياخدوه للمكان اللي هم قاعدين فيه وبيحاولوا يختموه على ظهره وهو متكتف بختم تبع القبيلة اللي هم تابعين ليها، لكنه بيقاومهم وبيقدر يهرب منهم في آخر لحظة وبيجري وكلهم بيجروا وراه وبيكونوا كتير قوي. وفي وسط هروبه منهم بيجيله تهيؤات ببنته وعيلته اللي ماتوا قدامه ما قدرش ينقذهم، ومن ساعتها هم بيطلعوا له على هيئة كوابيس وتهيؤات. وبيقدر يهرب من الناس دي تاني لما بيفوق وبيوصل لحافة مكان عالي قوي كده وبيمسكوه الناس اللي كانت بتجري وراه دول، وبنعرف ان الناس دول تابعين لمدينة الوقود. وبنشوف القائد بتاعهم واللي اسمه جو وهو بيلبس كده وبيتشيك وهو اصلا امور، يعني زي ما انتم شايفين شبه واحد اعرف. المهم انه بيجهز نفسه علشان يقول الكلمة بتاعته للناس، وبيكون بيكلمهم من مكان عالي كده وهو مكان القيادة، وبيقول لهم ان هو المنقذ بتاعهم. وبيكون الناس عطشانة قوي لانه محتفظ بالمية في مكان معين وهو المتحكم الوحيد فيها، وبيفتح فعلا لهم المية والناس بتتبسط قوي بالمية دي، لكنه بيقفلها تاني بسرعة وما بتكفيش العدد اللي موجود، وبيقول لهم ما تتعودوش على الدلع ده. وبيكون الناس بتموت بعض حرفيا علشان المية. وبيكون جو بيؤمر قافلة من بتوعه بقيادة المساعدة بتاعته فيوريسا عشان تهجم على قبيلة تانية وتجيب له منها الغنايم واللي هي عبارة عن وقود. وبنشوف فعلا فيوريسا وهي بتتحرك في عربية ضخمة كده ومعاها عربيتين تانيين حراس ومقاتلين، وبنحس من نظراتها كده انها مش راضية عن الوضع. وفجأة بتطلع بره الطريق اللي هما ماشيين فيه وبيروح لها واحد من القادة وبيعرف منها ان الخطة اتغيرت وان احنا هنروح ناحية الشرق، وبيعطي الاوامر للباقيين بالكلام ده. وبيكون في واحد شكله غريب كده في مكان القيادة وبنعرف ان ابن جو، وبيشوفهم بالمنظار وبيعرف ان هم غيروا مسارهم. ولما بيعرف جو بيتعصب قوي وبيبلغ الكل ان فيوريسا بتخونه، ولما بيروح لمكان كده عشان يطمن على زوجاته اللي كان مخبيهم هنا عشان يقدر يجيب منهم نسل كويس من غير تشوهات يعني زي بقية ولاده، بيعرف ان هم هربوا معاها. وبيكون الكل مستعد عشان يروحوا يخلصوا على فيوريسا الخاينة، وبيكون من ضمنهم الولد ده واللي اسمه نوكس، واللي بيكون بيستخدم ماكس اللي شفناه في اول فيلم وهو متربط كده وبياخد من دمه لنفسه، وبيكون عايز يطلع معاهم المأمورية دي، فبيقرر انه هياخد ماكس معاه. المهم بيعمل كده وبنشوف ماكس وهو متربط في وش العربية دي كده ومتوصل بوصلة لنقل الدم لنوكس اللي سايق العربية. وبيكون نوكس ماشي وسط عدد كبير قوي من العربيات اللي بيجروا ورا فيوريسا عشان يلحقوها وينتقموا منها بسبب خيانتها، وعشان يجيبوا كمان زوجات القائد واللي فيهم واحدة حامل بالمناسبة. وبيكون في كمية هبل بتحصل وسط المجزرة دي تحس ان هما مجانين حرفيا، اللي بيعزف بالجيتار واللي بيبخ النار بمكنة كده وهم معاهم وقود بقى وكده. المهم بنشوف نوكس وهو بينادي على القائد جو وفخور قوي انه بيدافع عنه هو جنبه، وهو مفكر ان هو بالنسبه للقائد حاجه كبيره وكده. وهما ماشيين بيجي عليهم مجموعه من قبيله تانية لانهم دخلوا المنطقه بتاعتهم، وبيعرف الاخ ده فيوريسا بكده لكنها ما بتهتمش وبتكون واثقه من نفسها. لكن الناس الغريبه دي بيقربوا منهم بسرعه وبيبداوا يهاجموهم، والناس اللي مع فيوريسا بيدافعوا عنها لان المفروض ان هي مساعده القائد جو، وما يعرفوش انها اتخلت عنه وخانته. وبيحصل شويه ضرب كده حلوين على ذوقك، فبيكون لسه ماكس متربط في العربية، وبيكون خلاص القائد جو والناس اللي معاه قربوا منهم قوي عشان يضربوا معاهم في الناس الغريبة دي. ولما بيقربوا منهم بيسألها المساعد بتاعها تاني انت مش بتقفي ليه تستنيهم، فبتضربه بوكس كده قبل ما يدخلوا العاصفة الرملية الضخمة دي، محاولة منها انها تهرب من القائد جو اللي معاه. وقبل ما يدخلوا العاصفة بيكون نوكس بيفك ماكس علشان عايز ينط على عربية فيوريسا وعايزه معاه، وبمجرد ما بيفكه بيضرب ماكس اللي فكه وبينط على عربية نوكس كده، لكنه ما بيعرفش يدخل جواها وبيفضل بس متعلق فيها كده من ورا.
بيكون نوكس رايح يفجر نفسه في عربية فيوريسا، وبيحاول ماكس بسرعة يكسر الإزاز عشان يمنعه، ما هو مش قادر يسيبه وينط لأنه مربوط معاه بجنزير. وفعلا بيخش نوكس بعربيته في عربية فيوريسا، وبعد العاصفة ما بتخلص والدنيا بتهدى بيجي المشهد على ماكس لما بيفوق في وسط الرمل كده، وبيفك خرطوم نقل الدم ده من رقبته، وبيروح جري على نوكس وبيطلعه من تحت العربية، وبيحاول يفك الجنزير من ايده لكنه مش بيعرف، والمسدس اللي بيلاقيه مفيش فيه طلق. بص كده بيلاقي عربية واقفة بعيد شوية، فبيشيل نوكس وبيروح للعربية. طبعا هو شايل نوكس عشان مربوط فيه بجنزير، مش حبه في امه يعني. ولما بيقرب بيلاقي 4 بنات شكلهم امارات كده، وبنعرف ان دول زوجات القائد واللي كان مخبيهم وهربوا مع فيوريسا. فبيهددهم بالسلاح وبيطلب منهم ميه، فبتقرب عليه واحدة منهم وبتعطيه ميه وبيشرب، والميه بتقع منه وبتفوق نوكس اللي مرمى على الارض مغمى عليه. وبيطلب من واحدة تانية تقطع له الجنزير اللي مربوط بيه ده مع نوكس، وفعلا بتحاول لكنها ما بتقدرش. وفجأة بتهجم عليه فيوريسا وبتاخد منه السلاح، ولما بتضرب بالسلاح على راسه بيطلع ما فيش فيه طلق، وبيضربوا بعض شوية حلوين برضو على ذوقك. وبيكون البنات بتساعدها، لكنه في وسط الخناقة دي بيجيله تهيئات بتاعت عيلته دي تاني، فما بيكونش مركز، لكنه برضو بيقدر يتغلب عليهم بسهولة. ولما بيفوق نوكس بيتبسط من ماكس عشان قدر يسيطر عليها عشان يسلموها للقائد جو، لسه هطل برضو زي ما هو. المهم ان ماكس مش بيرد عليه ولا بيعطيه اهتمام، وبيهددهم كلهم بالسلاح، وبيقرر ياخد العربيه. ولما بيعمل كده بتكون برضه فيوريسا هاديه وواثقه من نفسها، وفعلا بيقف ماكس بعد شويه صغيرين، وبيكون مش عارف يمشي العربيه لان فيوريسا عامله الغيارات بتاعه العربيه بطريقه معينه محدش يعرف يشغلها الا هي. فلما بيقف وبتروح له بيقول لها تمام ممكن تيجي انت بس، فبتقول له انا مش هتحرك من غيرهم. وبتبص وراها بتلاقي القائد جو والناس اللي معاه جايين عليهم، وبتقول له قدامك 5 دقايق بس ويوصلوا لهنا. فبيفكر شويه وما بيطولش وبيوافق ان هم يطلعوا معاه. تقدر تمشي فعلا فيوريسا بالعربيه، وبيكون نوكس على الارض وبيقوم جري ورا العربيه لحد ما بيقدر يتشعبط في العربيه كده من ورا. بيكون لسه ماكس قلقان منهم وبيدور في كل حته في العربيه على اي اسلحه ويجمعها في مكان واحد. واحده من البنات بتبص بمنظار كده على جو اللي معاه وبتقول لهم انا شايف عربيات كتير جايه علينا. تحس فيوريسا ان العربيه تقلت كانهم بيجروا حاجه، فبيقول ماكس انه هيطلع يشوف في ايه بعد ما بيطمن لهم شويه. وفعلا بيلاقي العربيه اللي فيها وقود دي مش متوصله بالمقطوره والعجل مش بيدور، فبيوصلها وبتمشي تاني طبيعي. وبيكون وهو فوق العربيه لسه بيحاول يفك القناع الحديد اللي على وشه ده لحد ما بيقدر يفكه وبيرميه. وفجأة بنشوف نوكس داخل عليهم كابينة العربية وبيخنق في فيوريسا انتقاما للقائد بتاعه، لكنها بتقاومه هي والبنات وبيرموا من العربية. وبنشوف نوكس ورايح ناحية القائد جو عشان ينضم لهم، ولما بيقربوا منهم بتقول فيوريسا البنات يستخبوا في العربية من تحت، وبتقول لماكس تعالى اعرفك العربية بتمشي ازاي عشان ممكن تضطر تسوق انت. انت اسمك ايه؟ ما بيردش عليها لانه لسه مش مأمنها يعني. وبتكون فيوريسا عامله خطه معينه وبتزعق على ماكس وبتقول له يا حيوان عشان يطلع ويسوق العربيه بسرعه، وكانت دي من ضمن الخطه. وفعلا بيعمل كده وبيعدوا من مكان كده، وبتعمل حاجه عشان تقفل الطريق وراها بعد ما بيعدوا، لكن بيكون في مجموعه منهم بموتوسيكلات وبيلحقوهم. ولما بيوصل نوكس للقائد جو واللي معاه بيقول لهم اخبارهم، وبيكونوا بيستعدوا هم كمان عشان يروحوا وراهم ويخلصوا عليهم ويجيبوا البنات للقائد. وبيكون لسه ماكس بيجري بالعربيه والموتوسيكلات دي عماله تعمل حواليه شقلباظات، لكن بيكون لسه صامد. وبتكون مجزره يا معلم. ولما بيقرب القائد جو ورجالته بيقول لهم كونوا حريصين عشان زوجاتي. ولما بيكونوا هيضربوا العربيه بتاعتهم بتطلع لهم البنت الحامل دي، وما بيرضوش يضربوا عشان خايفين عليها. وبيقرب نوكس من عربيه القائد وبيقول له انه يقدر يروح لهم على عربيتهم ويخلص عليهم، ويشجعوا القائد انه يعمل كده. وبيكون مش مصدق نفسه انه بيتكلم مع القائد عادي كده، وبيكون مفكر ان هو ولي العهد من بعده، وبياخد جرعه شجاعه كده وبينط على عربيتهم. لكنه اول ما بيعدي المسدس بيقع من ايده ويتحرس على عينه وعين امه. وبتكون فيوريسا بتحاول تخلص عليهم قدر الامكان، وبيكون جون عينه على زوجته الحامل علشان خايف على ابنه، لكنها للاسف بتقع من العربيه وبتموت. ولما بتطلب البنات من ماكس يقف علشان يلحقوها ما بيرضاش، وبيقول لفيوريسا ان عجل العربيه اللي وراهم دست عليها ومفيش امل انها تعيش، فبيكمل طريقه عادي. المهم بيكونوا زعلانين قوي عليها، وكمان القائد جو اللي بينزل عندها وبيشيلها وهي ميته وبيعيط على ابنه اللي في بطنها. وبيوصلوا المكان كده وبيريحوا شويه، وبيكون نوكس معاهم في العربيه بعد ما مرضوش يموتوه، فبيراجع حساباته وبيلاقي ان القائد سابه وما اهتمش بيه، ودول اللي بيعديهم هم اللي استقبلوه ما موتوهوش، ويقولوا انه مفكر انه كان حاجه ذا قيمه لكنه طلع مش كده. وبيريحوا شويه وبيرجعوا يكملوا طريقهم تاني، وفجاه بنلاقي ان العربيه غرست في مكان الارض فيه رطبه كده، وبيكون جو ورجالته جايين عليهم من بعيد وبيكونوا بيضربوا عليهم نار وبيحاولوا يوقعوهم. وفي نفس الوقت بيكون ماكس بيربط العربيه بشجره كده عشان يحاول يطلعها من الغرسه دي، وبيقول
وبيقول لهم يتحركوا بسرعة لأنه لازم يروح يموت اللجوم وراه دول، وبيدلها على الطريق علشان لو مرجعش، ولكن مش بيطول قوي بيلاقوه راجع ومعاه شوية حاجات ممكن يحتاجوها، وبيجهزوا علشان يمشوا. وبتقوله فيوريسا انت لازم تنام شوية عشان ترتاح. وبيكونوا رايحين لمكان فيه خضرة، ولما بيقول لها انت عارفاه منين بتقوله ان انا اتخذت من هنا وانا صغيرة. وبيمشوا بالعربية وبنشوف برج كهرباء كده في وسط الصحراء، وبتحس انها فاكرة حاجة في المكان ده. لما بتقرب بتلاقي جاي عليها موتوسيكلات كتير، وبيقربوا منها وبنلاقيهم بنات وستات كبيرة وبتعرفهم وبيعرفوها، وبنعرف ان هم اهلها. ولما بتسأل على امها بيقولوا لها انها ماتت، وبتسألهم عن الباقيين بيقولوا لها ان احنا كل اللي اتبقى. بتسأل عن الوطن المدينة الخضراء بيقولوا انها اتسرقت ودابت، وبتعرف ان هي اللي غرسوا فيها هم جايين. وبتزعل قوي علشان كانت عايشة على امل انها ترجع في يوم وتلاقي كل حاجة، لكنها لما رجعت لقت ان كل حاجة انتهت. وبيكونوا هيتحركوا كلهم مع بعض، لكن ماكس بيكون مش موافق انهم يكملوا في الطريق ده. فبتقول له القرار ليك، احنا اخدنا قرارنا. وتاني يوم بيفوق يلاقوهم مشوا وسابوه، لكنه بياخد الموتوسيكل اللي سابوه له ده وبيروح وراهم بسرعه، وبيفتح لهم الخريطه وبيفهمها ان الصح ان هم يرجعوا للمكان اللي كان فيه القائد جو ونسيطر احنا عليه قبلهم، لانه دلوقتي بدون حراسه وهناك متوفر كل حاجه. فالكل بيوافق على الفكره فعلا وبيجهزوا عشان ينفذوها. لما بيشوفهم جو هم راجعين بيعرف اللي بيفكروا فيه، فبيجهز كل الناس ويرجع تاني عليهم بسرعه. وبيكون ماكس وفيوريسا مستعدين للصدام اللي هيحصل، وفي نفس الوقت بيكون جو ورجالته رايحين عليهم باقصى سرعتهم، وبيوصلوا ليهم وبيكونوا بيضربوا عليهم جامد قوي بكل انواع الاسلحه، وبتكون مجزره يا معلم وعينك ما تشوف الا النور. والكل بيحاول ياخد البنات ويروح للقائد جو علشان ينور رضاه. وفعلا بيجي الجحش الضخم ده وبيسحب بنت منهم، وبنشوف ماكس وهو واقف قدامه وبيحاول يمنعه، لكنه بيكون ضخم وقوي قوي بيضربه جامد. لكن بتنضم ليه فيوريسا وبيخلصوا عليه، وتروح فيوريسا للقائد جو بتشيل القناع اللي على وشه ده واللي بيتنفس منه، وبيكون ده قناع ماسك في جلد وشه اصلا، بيشبكه في عجل العربيه، وبكده بيتقطع وشه حتت وبيودع لحد هنا. ولما بيموت القائد جو ابنه بيتجنن وبينزل فيهم ضرب جامد، وبيخبط فيوريسا خبطه جامده كده وبتنام في جنب. فبيقرر نوكس ان هو هيضحي بنفسه، وبيخبط العربيه اللي عليها ابن جو العملاق ده بعد ما انفصلت عن العربيه اللي الباقيين فيها. وبيكون ابن جو ماسك موتور ضخم كده وهيرميه على نوكس عشان ينتقم، لكن نوكس بيقول الكلمه اللي بيقولوها قبل ما بينتحروا: شوفوا انا هعمل ايه. وبيقلب العربية بيه هو وابن جو وبيموتوا الاتنين. وبكده بتنجو فيوريسا وماكس والبنات من المجزرة دي بأعجوبة. وبنشوف ماكس وهو بيحاول يعالج فيوريسا تاني يوم، وبتكون مش قادرة تتنفس، فبيوصل لها أنبوب دم منه لأنها نسفت كتير، وبيقول لها إن اسمه ماكس لأنه طول الفيلم كانوا بيعادوا بعض وما كانش مآمن لها، فما كانش قال لها على اسمه لو فاكر يعني. وفعلا بينقذها من الموت، وبيكملوا طريقهم وبيرجعوا تاني لقبيلة القائد جو بعد ما قتلوه. وبيشوف الحرس ان المساعدة فيوريسا جاية ومعاها حاجة، والحاجة دي بتكون جثة القائد جو نفسه. والناس بتفرح قوي وبيتلموا عليه وبيقطع جسمه حتت من كتر ظلمه ليهم، فبيفشوا غلهم منه عقبال ما نفش غلنا من جماعة كده عند اخواتنا يا رب. المهم بيرشح الناس المساعدة فيوريسا انها تكون القائد بتاعهم، وفعلا بتطلع لفوق عند منصة القائد واللي منها بيتحكم في المية اللي بتنزل لهم، وبتفتح لهم المية على الاخر، والناس بيكونوا في نعيم ما شافوهوش قبل كده. وفي وسط الزحمة بنشوف ماكس وهو ماشي وبيبص لفيوريسا وهي كمان بتبص له، وبيودعوا بعض بالنظرات. بس كده يا صديقي، وبيخلص الفيلم لحد هنا، وكل وصل لهنا انتوا اجدع ناس. ما تنساش تقول رايك في التعليقات، ولو في اي اقتراحات تحب نعملها احنا بنقرا وبنرد على كل التعليقات. هسيب لك 4 اقتراحات ل4 افلام، لو معاك وقت شوف اللي يعجبك فيهم. في الاخر كالعاده ما تنساش اخواتك من دعواتك، وصل على نبي محمد. سلام.